السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. معاكم اخوكم محمد من قناة مو فرانكلين رياكشن. طبعا يا شباب كلنا سمعنا من كام يوم عن خبر وفاة الشيخ عبد الله كامل، وده كان من اكتر الشيوخ اللي تدخل القلب. يعني كان صوته جميل وكمان كان شخصيته جميلة، فرحمة الله عليه. طبعا النهاردة معانا مقطع ليه، وهو يا شباب يعني انا مقطع كده وجدته بالصدفة وحبيت اشاركه معاكم. طبعا الشيخ كان يا شباب بيقول قصيدة شعر في الاكل المغربي، من كتر ما هو يعني حب الأكل المغربي فقال عنه قصيدة كاملة لأكتر من أكلة مغربية. فالمقطع إن شاء الله هيعجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة وانت جديد. ويلا خلينا نشوف مع بعض المقطع، يلا بقى نبدأ. بسم الله شيخنا. بسم الله. هذه قصيدة نظمتها تحية لأحبابنا أهل المغرب، وأنا يعني عايشتهم في فلوريدا وغيرها كثيرا، ويعني وجدتهم أهل حفاوة وإكرام، وأحببت طعامهم جدا. فتذكرت معلقة عمرو بن كلثوم التي أولها: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين. وفيها يقول: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرين، إلى آخر قصيدة طويلة قوية جدا. فأنا أخذت البيت الأول ونسجت على منواله فقلت: ألا هبي بصحنك فاصبحينا فقد أدركت قوما جائعين، قيود الجوع قد ثقلت علينا، فهبي بالحريرة حررينا. ألا هبي بصحنك فاصبحينا فقد أدركت قوما جائعين، قيود الجوع قد ثقلت علينا، فهبي بالحريرة حررينا. الله الله الله. ضع البسطيل مع حوت ولحم وبرقوق به حل الطجين، وفوق الكسكس الميمون صبي لنا مرقا. الله الله. وفوق الكسكس الميمون، كل واحد كان يمدح لنا هذا. اللهم اغفر لنا. وفوق الكسكس الميمون صبي لنا مرقا. صبي لنا مرقا لكي يزداد لينا. ضع البغرير في العسل المصفى. داخل المحل. ضع البغرير، ضع البغرير، ضع البغرير في العسل المصفى، وبعد مسمن أغدو سمينا. أسل السيف إن أطعمت سلوا، أسل السيف إن أطعمت
بشباكية هيا اشبكينا، وما أحلى الأتاي، الله وما أحلى الأتاي إذا جك 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 شيخ عبد الله. أتينا. الله تقليد بقى يلا. وما أحلى الأتاي إذا أتانا، فهيا اسقي الصحاب ونعنعينا، الله النعناع وينه؟ مشارقة هوانا مغربي، مشارقة هوانا مغربي، فحي مشرقين مغربين. الله عليك، الله عليك يا شيخ عبد الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله، ما خلى بسطيلة سلو حريرة بالشباكية، ما شاء الله. لازم تترجم هذه القصيدة للغة المشرقية. صحيح، جبت فيها السلو والبسطيلة، ما شاء الله. يعني ما سمعت بهذا. زي ما انتم شفتوا كده يا شباب الفيديو، يعني رحمة الله عليه، يعني الشيخ والله كان يعني دمه خفيف، وكمان شفتوا يعني قال لك كل تقريبا الأصناف المعروفة واللي ليها شهرة في المطبخ المغربي، خدها كده في قصيدة، يعني حاجة رهيبة بصراحة، يعني خدها في قصيدة ومظبوطة وحاجة تلقائية وملهاش حل. وربنا يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. ودي كانت نهاية الحلقة يا شباب، يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم. وزي ما انتوا شفتوا الراجل يعني دمه زي العسل، يعني ما شاء الله، وراجل مقبول. فدايما يا شباب القبول بيكون يعني شيء من عند الله، ودي يعني من صفات ان ربنا يكون حابب شخص فيخليه مقبول وسط الناس، يعني وسط الناس تحبه، والناس تحب تتكلم معاه برضه يعني، وتاخد وتدي معاه في الكلام. فبس دي كانت نهاية الحلقة، يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم. ما تنساش تعمل اللايك وتشترك معانا في القناة لو انت جديد، عشان اي مقطع ينزل يوصلك شعار بيه ان شاء الله انه نزل. ويلا في امان الله وحفظه. نظمتها تحية لأحبابنا أهل المغرب، وأنا يعني عايشتهم في فلوريدا وغيرها كثيرا، ويعني وجدتهم أهل حفاوة وإكرام.